السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله بقى كده، عارفين، تبقى ملوكي كده. اول حاجه نبتدي بيها هي سلق الفراخ. اي كميه هتسلقوها يا جماعه لازم ما نزيدش عن ربع الحله. ليه؟ على ما هنحط الفراخ وعلى ما تنزل هي كمان الدهون بتاعتها والميه اللي جواها، هتلاقوها الشوربه بتاعتنا زادت. اذا كنا عايزين الشوربه تكون مركزه وحلوه ولونها مميز، بحط في الشوربه دي، انا مالي هنا ربع الحله، انا حاطه كيلو من الوراك، حط عليه كمان بصلايه، وهحط عليه حوالي 3-4 ورقات لورا، هحط عليه معلقه صغيره من الملح، وهحط عليه كمان نص معلقه صغيره من فلفل اسود او ربع معلقه صغيره زي ما انتم عاوزين. بعد كده جبت الوراك بتاعتي، اول ما الميه غليت كويس رحت نازله بيها على الفراخ. طيب، الفراخ اهي كلها مش متغطيه بالميه، ما تقلقوش تماما. احنا اول ما الفراخ الميه بتاعتنا هتغلي دلوقتي، هنغطي ونهدي النار على نار اقل من المتوسطه. بتاخد بالظبط من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب ما انتم عايزينها. اذا كنتوا عايزينها فيها عضة فهي نص ساعة حلو جدا. اذا كنتوا عايزينها حاجة كده يعني ايه، زي ما بنقول دايبة، ساعة الا ربع. لكن انا بعمل ايه، انا بخليها نص ساعة بالظبط وبغطي وبسيبها اكمل بقية اللي ورايا بقى، بقية الرز، الحاجات بقية الاكلة نفسها يعني. فنغطي بقى ونهدي خالص، نغطي ونخليها اقل من المتوسطة وسيبوها. ده شكلها طبعا بعد ما استوت. بصوا بقى المنظر عامل ازاي، بصوا لون الشوربة عامل ازاي، شايفين الجمال؟ مفيش بعد كده. وادي الشوكة هي بتدخل وتخرج، يبقى هي تمام كده استوت معايا. هنجيب الرز بقى بتاعنا، وهنعمل النهارده رز واحدة وواحدة. همسك الرز واحدة واحدة، بتبقى كوبايتين قصاد بعض. يعني كوباية الأول هتتحمر زي لسان عصفور زي الشعرية كده، وقصادها كوباية مش متحمرة. همسك الرز وابتدي اشوحه كويس على نار هادية جدا، او عكس ما يعني نعمل العين بتاعتنا زي العين كده على العكس، ونبتدي لغايه ما ياخد اللون الذهبي ده، وهنزل عليه بكوبايه قصادها بالظبط من الرز العادي بقى من غير ما يتحمر. دول كوبايتين من الرز هياخدوا كوبايتين ونص من الميه، ومعلقه صغيره مليانه هرميه من الملح. اول ما الميه بتاعتنا هتغلي هنغطي ونهدي النار لمده 10 دقايق ويبقى كده تمام. نيجي بقى هنا اهو اللي احنا هنعمله، الملوخيه. الملوخيه يا جماعه بنحط الاول، واعملوا التركه دي وجربوا. شوحوا الاول فص كده توم ولا فصين مفرومين ياخدوا لون ذهبي، وبعد كده ننزل بالملوخيه والشوربه بتاعتنا، ونبتدي نهدي النار. وخلي بالكم ما تكونش الشوربه كتيره. بصوا هي تقيله ازاي. الاول تفك من التجميد بتاعها، لان احنا طبعا بنطلعها من الفريزر بنحطها على طول في الشوربه. اول ما هتفك من التبريد بتاعها ابتدي ازود الشوربه واوصل للقوام اللي انتم شايفينه قصادكم ده. بصوا شايفين اهي، خفيفه مظبوطه جدا، مش تقيله ولا اي حاجه، ولا هي ميه، حلوه. بالمضرب بقى السلك كده، وابتدي اضرب عشان كله يندمج مع بعض. خلاص وصلت للقوام بتاعها مظبوط. حط بقى حته سمنه كده حلوه فيها وهي على النار واسيبها. نيجي بقى للطشه بتاعتنا، وهنبتدي نجيب طشه كده، نجيب شويه من السمنه، هننزل عليهم بشويه من الثوم محترمين يشوحهم. اول ما يبقى لونهم ذهبي ننزل بالكزبره ونطفي على طول. بصوا بقى شايفين الملوخيه؟ بصوا اهو، في جمال اكتر من كده. بصوا نازله ازاي، يا خبر ابيض على الريحه. وادي الطشه بتاعتنا اهو. بصوا بقى الجمال كده. الاكله دي يا جماعه اكله ملوكي فعلا، كان ليهم حق ان هم يسموها ملوكيه مش ملوخيه. رهيبه رهيبه. وشويه بقى ايه، سلطه الطماطم كده جربوها بالخل والليمون والملح، يا نهار ابيض، والفلفل الحامي الاخضر رهيب. اتمنى الفكره تكون